الإنسان له الحرية طالما لا يأذي الآخر. هي بقى النقطة إنه الداخلية رأيها إنه هذا قد يأذي أو يضر المواطنين الآخرين. أيوة. هل ده مقنع مش مقنع؟ إيه الأسباب مش الأسباب؟ المرحلة مش المرحلة، التوقيت، كيف يعني نضع خطة تدريجية لضمان هذا؟ ربما يعني، لكن طبعا معروف إنه الشرطة، رجال الشرطة السيخ في إنجلترا بيلبسوا العمامة الضخمة اللي شعرهم طويل وبيطيروا لحيتهم بصورة توضح أنهم سيخ، يعني ما معروف يعني. حضرتك بتؤيد؟ أنا من ناحية المبدأ لابد أن أؤيد. من ناحية التوقيت والتزامن والخطة وكيف نحقق هذا المبدأ بدون أن نؤذي آخرين دي مسألة ثانية. هل أنا قناعتي إن ده شيء ضروري ولا شيء مش ضروري؟ دي مسألة ما تخصش حد. يعني وجايز واحد يقول لك لا ده ليس من الدين في شيء، واحد ثاني يقول لك لا هو من الدين. يعني لا أنت بعيد عن الواحد رأيي الشخصي لا أسأل، إنما أنت مع عودتهم لعملهم كما هم بالفعل. يعني أنا ممكن يكون رأيي الشخصي إنه ده ليس من الدين، أو رأيي الشخصي إنه ده من الدين، دي مش مسألة. واضح أنكم في لجنة حقوق الإنسان يساريين وليبراليين وإخوان وسلفيين كلكم متفقون على أن يعودوا لعملهم، ما عدا انه اذا كان في احتمال بايذاء اي مواطن اخر. ايذاءه ازاي بقى؟ ما هو ده المشكله، الناس ممكن يأذيه، يعني ممكن الضابط الملتحي يأذي المواطن. لا يعني الناس تقول لك انه ده قد يؤدي الى احساس بعدم المساواه، احساس بان ده بيتحيز انه ده بيتحيز لمجموعه معينه من الناس ويتحيز ضد مجموعه معينه من الناس. هذا الحوار لابد ان يطرح. طيب. او ممكن واحد يقول لك امنيا في بعض مهام معينه ما ينفعش تطول شعرك ولحيتك لانك ممكن تشتبك بايدك او بتاع. طيب ضباط الشرطه السيخ في بريطانيا او لندن، هل هناك ايضا مشاكل او سبب ذلك لهم العمامه سببت لهم مشكله ما؟ انا اظن انه هذا قد تم تدريجيا هناك، واظن انه في بعض مهام زي مثلا مهام التدخل السريع والاشتباك بالايدي بيستبعدوا منها اذا كان ده ضروري. انا اشكرك الدكتور ايهاب الخراط رئيس لجنه